السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت داخل أعمل فيديو، جات لي فكرة مختلفة تماما بعد موقف حصل الصبح وقلت لازم أتكلم فيه. من فترة طويلة بعت لي واحد على الفيسبوك وقال لي أنت ليه بتعمل كورسات مجانية؟ ليه الكورسات بتاعتك دي مش بفلوس؟ الكورسات مستواها عالي جدا ولازم تعملها بفلوس، ليه بتقدمها مجانا؟ عشان اجاوبكم على السؤال ده او عشان اوريكم انا اتناقشت مع الشخص في ايه، محتاجين نرجع ورا شويه. لما رحت الخليج انا كنت محتاج ان انا ادور على عميل واجيب العميل ده اخد منه شغل، والشغل ده يجيب لي فلوس، والفلوس دي تشهيصني فتره طويله. ربنا رزقني بشغل في شركه. ركز معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. في بعض الناس ما عندهاش شغل فما عندهاش الوقت اللي يعملوا عمل تطوعي. خلي بالك من دي عشان الحياه ما تحسش انها مثاليه قوي، وان الناس اللي بتعمل عمل تطوعي يحسسك انه احسن منك. لا، انا مش احسن منك. ربنا رزقك بشغل فتبقى عندك وقت فاضي بدأت تعمل فيه عمل تطوعي. في غيرنا ربنا ما رزقهمش بالشغل ده، ما عندهمش دقيقة في اليوم يعملوا حاجة لوجه الله، فلو سمحت لازم تعذرهم عشان دي حاجة مفروغ منها يعني. بدأت أفتح القناة وأعمل فيها كورسات وأعلم الناس، وكان ممكن آخد الطريق بتاعي أنا اللي أنا حابب أطور من نفسي جدا وأشتغل في شركة زي جوجل أو أوصل لأوروبا وأشوف العروض اللي كانت بتجيلي والكلام ده. لكن أنا رجعت في المستوى، نزلت الحاجات بسيطة زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت عشان أعلم الناس. ده قلل من مستواي كتير بالمناسبة، وبعدي عن الشركات والشغل والتيمز ده برضو قلل من مستواي جدا. لما تقعد تشرح حاجة وتبعد عن مجالك فترة غير لما تبقى شغال في شركة مع تيم بتتابع التطورات، او حتى لو شغال فريلانسر مع تيم وبتتابع التطورات طبعا بتفرق. عايز اقول لكم حاجة، عايز تصدقها صدقها، مش عايز تصدقها براحتك. مش منطقي خالص ان اي حد يقول لك حاجة مهما حصلت تصدقها 100%. حتى لو شيخ قال لك حاجة في الدين لازم تسأل كده وتتأكد هي صح ولا، عشان محدش يملى عقلك كده بحاجات ممكن تكون غلط. الحاجة اللي انا هقولها لك دي صح على فكرة، ما فيهاش حاجة، بس برضو لو عايز تسأل وتجرب جرب. التجارة مع الله بتفرق جدا عن التجارة مع اي حد في العالم. لما تيجي تتاجر مع الناس صدقني ممكن تكسب وممكن تخسر، وفي اغلب الحالات والله اللي انا عشتها في حياتي خسرت. التجاره مع الله مختلفه تماما. الفتره اللي انا كنت بدور على عميل فيها عشان اجيب شغل واجيب فلوس تشهيصني، الفتره دي كانت صعبه جدا وكنت بجيب عميل بالعافيه. بعد ما ربنا كرمني والقناه دي كبرت بدا يجي لي على الايميلات كميه ناس عايزه شغل، ومن كتر ما انا ما عنديش وقت اعمله ومتفرغ للقناه كنت ببعته لشركات او لتيمز او لناس اصحابي عشان يعملوه. الشغل هو اللي انت كنت بتدور عليه عمال يجي لك. عايز اقول لك ان انا جبت مصمم جرافيك واديت له مرتب محترم، بدا يجيب لي تمبلتس جاهزه يعمل لي صور المصغرات بتاعت القناه وبيبوظها. وانا عشان خبرتي بفضل الله كبيره في المجال ده وعارف كويس قوي ان دي تمبلت جاهزه، مفيش كده كونسيستنسي، مفيش هارموني بين التصميم وبين التكست المكتوب. عارف كويس قوي ان اللي صمم المصغره دي مش هو اللي كاتب التكست ده، فيعني كان بيجيب لك حاجات جاهزه وبيبوظها، تخيل. فطنشت الموضوع وقلت مش هجيب حد وخليني كده ساكت والعمليه تمشي زي ما هي كده بالحب. النهارده الصبح يعني اتفاجئت بواحد من الادمن الموجودين في الجروب، شاب كده بيعمل عمل تطوعي زي اللي انت بتعمله. انت بتعمل عمل تطوعي تفتكر يعني مش هتلاقي قدامه؟ لا، هتلاقي كتير. التجاره مع الله حاجه من اعظم الحاجات اللي ممكن تقابلها في حياتك. الشخص ده لقيته فجأة صمم جميع المصغرات الموجودة في القناة بتاعتنا اللي عليها الفيديو ده. كل الفيديوهات عمل لها سامنلز كل واحدة، وجاب الصورة وقصها وعمل شكل حلو وكتب اسم الفيديو وبيجهزهم عشان يبعتهم لي كلهم. حد طلب منه حاجة؟ لا. بيعمل ده ليه؟ عمل تطوعي لوجه الله. زي ما هتعمل حاجة لوجه الله هتلاقي قدامها واكتر صدقني. من فتره جت بنت بعتت لي من بورسعيد قالت لي ان انا عايزه اترجم كورس سي بلس بلس لان انا شايفه فيه مجهود جامد جدا وكورس محترم والناس بتشكر فيه بفضل الله. فعايز اقول لك ان ترجمه فيديو واحد بس ممكن تدفع فيها مبلغ محترم لو الترجمه دي احترافيه والفيديو ده مليان كلام. محتاج بقى حد يقرا او يشوف الكلام اللي في الفيديو ويترجمه ويظبطه بقى عشان يطلع ترجمه بقى ترجمه. ده حضرتك فيديو ممكن واحد يقلش كده يقول نكته حاجه، الشخص مطالب انه يمسك الكلام ده كله يعمل له سكريبت ويترجمه. البنت هتترجم الكورس كله مجانا. حد طلب منها حاجه؟ لا. بتعمل ده ليه؟ لوجه الله. ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لها شغل وهيجيب لها عملاء وهيجيب لها ناس فعلا تقدر الشغل ده عشان هي بدأت بعمل تطوعي. هرجع تاني واقول لك لو انت عندك الوقت انك تعمل حاجة عمل تطوعي تساعد حد، ما تسألش عن الماديات في البداية، اعمل. ما عندكش وقت والشغل فرمك ومفيش دقيقة يبقى انت معذور ومفيش حد يقدر يتكلم عليك ولا يقول اي حاجة. صدقني صدقني لو انت من نوع الناس اللي ما بيصدقش الا لما بيجرب، جرب في حاجة واحدة بس من حياتك مش هتخسر حاجة، وشوف الخير العظيم اللي ربنا هيبعته لك وبعدها يبقى تعالى قول لي. شكرا.